صوت الوطن. دايما بنحب نسمع الأصوات اللي ليها تأثير حقيقي، أصوات بتجمع بين المهنية والجرأة والانتماء الحقيقي للشارع والمواطن. حلقتنا النهاردة مختلفة لأنها مش بس عن القانون، لكن كمان عن الشغف بالرياضة وعن الحلم اللي بيتحول لفعل. بنرحب معانا النهاردة بالمحامي والمستشار القانوني محمود الروبي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا. رحلة طويلة من العمل العام بدأت من اتحاد طلاب المدارس لاتحاد طلاب الجامعة لبرلمان الشباب وانتهت بالمؤسسة. حابين نعرف أكتر. في البداية برحب بيكي وكل متابعينك. يعني رحلة العمل العام بالنسبة لي كانت يعني فيها تحديات كتير، وكانت بالنسبة لي تجارب كلها مميزة. والحقيقة ان العمل التطوعي او العمل العام لما شخص بيمارسه بيحس بقيمته، بيحس بقيمة التغيير اللي هو بيعمله عن طريقه، ما بيقدرش ان هو يبعد عنه ابدا. والرحلة دي انا يمكن من اول اتحاد طلاب المدارس من الثانوي وانا كنت شغوف بيها جدا، وكنت بكون يعني مبسوط جدا وانا بعمل اي عمل تطوعي وخدمي ليه قيمة وبقدم حاجة في اي مكان انا فيه. فعلشان كده الرحلة كانت ممتدة في اي مكان كنت بكون فيه. كنت دايما بحاول ان انا اسيب فيه اثر، يعني سواء كان الجامعة، سواء كان اتحاد الطلاب، سواء كان برلمان الشباب. يعني ما سبتش فرصة الا لما كنت بحاول ان انا اسيب فيها اثر، واكتر ان انا يعني اخد منها تجارب مميزة، واقدر ان انا يعني انمي الذات عن طريق كنت رئيس الاماكن لبرلمان الشباب. هو برلمان الشباب كان تجربة بالنسبة لي، يعني كانت مهمة، لان خاصة جت في وقت ما كانش فيه اي كيانات في الوقت ده موجوده، ما كانش فيه البرنامج الرئاسي، ما كانش فيه الكيانات الشبابيه اللي دلوقتي موجوده تبع لوزاره الشباب والرياضه. فكان برلمان الشباب هو الصوت الوحيد للشباب على مستوى مصر، وخاصه وزاره الشباب والرياضه. اصطدمت بيه وانا كنت في اتحاد طلاب كليه حقوق، كنت امين في اتحاد طلاب كليه حقوق. والحقيقه شفنا وقتها كان يعني سياده الرئيس قرر اطلاق مؤتمرات الشباب، وكنا في الوقت ده كان المسؤول عن كل صغيره وكبيره كان برلمان الشباب، اللي كان المنوط بالتنظيم، الاسئله، التفاعل الشباب اللي موجود. وكانت تجربة مميزة جدا. أنا بدأت في رئيس برلمان شباب مركز شباب، بعدين إدارة، بعدين على مستوى اسكندرية. والحقيقة كانت كلها انتخابات، يعني ما كانش فيه تعيينات. واستمريت يعني دخلت في البداية كنت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان الشباب، اللي كان هو بيحاكي نفس لجان مجلس النواب اللي موجودة، بنفس التقسيم، بنفس القواعد، بحيث ان يأهل الكوادر اللي موجودة انها تقود وانها تكون في مجلس النواب في المستقبل. وكمان يعني كانت بتبدأ رحلة تنمية للكوادر دي. كانت رحلة التنمية دي كانت موجودة يعني في كل المجالات. يعني كان اللي بيدربنا ولا زال إلى الآن في برلمان الشباب، يعني اللي بيقوم بالتدريب الفنيين المختصين بمجلس النواب، اللي بيقوم بالتدريب قامات كبيرة جدا الحقيقة. دي كانت فرصة عظيمة واحنا في الجامعة ان احنا نبقى موجودين. وكان دايما اعتماد يعني الجهات الرسمية في الدولة على برلمان الشباب ان هو يقوم بكل يعني ما يخص الشباب، الى ان انشئت الاكاديميه الوطنيه للتدريب. يعني وكانت وقتها يعني كان رحله ان انا افوز برئاسه برلمان الشباب، يعني كانت صناعه الكوادر. يعني الحقيقه احنا كلنا كنا فريق واحد، وعلشان كده رغم الزخم اللي كان موجود في الانتخابات وقتها والصراع على اللجان المختلفة، أنا لما ترشحت لرئاسة برلمان الشباب يعني كانوا كلهم يعني كوادر يعني رائعة جدا، لكن هم فضلوا ان محدش يترشح. وكانت الانتخابات وقتها كانت بالتزكية، رغم ان الانتخابات اللي قبلها كانت قوية جدا، لكن الواحد بيقدمه الروح اللي كانت موجودة رغم العدد الكبير. احنا كنا حوالي 850 شاب في برلمان الشباب، وكلنا تقريبا نعرف بعض، وكلنا فريق واحد. وبعد كده كله انتقل لأماكن مختلفة، ولا زالت الصلة والروابط اللي موجودة. بالنسبة للمؤسسة الدولية للاستدامة، يعني هي فكرة كانت بتراودني من سنين، ويمكن يعني كان أفضل وقت وأنسب وقت إنها تتم خلال الشهور اللي فاتت.
المؤسسة أنا يعني أنا حابب إن أنا أقدم وأكمل رحلتي في العمل العام، وشفت إن ده أنسب طريق، ده أنسب طريق لتنمية الشباب وقدراتهم ورفع وعيهم وتأهيل كوادر، وكمان إن إحنا تاني نتجمع بشكل أقوى الكوادر اللي كانت موجودة على مستوى اسكندرية ويمكن على مستوى مصر، ترجع تاني وتنقل التجارب بتاعتها للأجيال الأصغر اللي موجودة النهاردة في الجامعات، ونبدأ إن احنا يعني يكون في تدرج قوي يتناقل بينه الخبرات يعني، ونبدأ إن احنا نرجع تاني نشتغل بشكل أقوى في المجتمع المصري وخاصة السكندري. طبعا عملت 3 ماجستير وكلهم في تخصصات مختلفة، ليه اخترت التخصصات دي بالذات؟ بصي هما لسه ما خلصوش، يعني لسه اخر ماجستير ان شاء الله هيناقش في الاكاديميه العسكريه وكليه الاقتصاد وعلوم سياسيه. كل واحد كان ليه ظروفه الخاصه، يعني ماجستير القانون كان طبيعي جدا ان انا التحق بمرحله الدراسات العليا بعد يعني انهاء الدراسه الجامعيه، وده امر متعلق بالتخصص. ماجستير إدارة الأعمال، الحقيقة أنا يعني دايما كنت بصطدم في شغلي أنا ببعض الأمور الإدارية، دايما كمستشار قانوني كان بيطلب مني آراء في يعني حاجات تتعلق بالهيكل الإداري وحاجات تتعلق مش بس الجزء القانوني بس. فكنت يعني لما بدعي لاجتماعات مجالس الإدارات فكان في أمور إدارية فلازم تبدي رأي فيها وتكوني موجودة. أنا دايما مقتنع إن مهمة المستشار القانوني مش بس في الجزء القانوني، يعني مش بس في الاستشارات القانونية والقضايا، لكن كمان هو بيكون مساعد قوي لصاحب الأعمال في كل قراراته، في المفاوضات، في علاقات العمل، في علاقات البيزنس كلها. فده بيتطلب ان يكون المحامي مؤهل من اتجاهات مختلفة، مش بس مؤهل من الجانب القانوني، ده كمان مؤهل من الجانب التفاوضي، من جانب إدارة الأعمال، من جانب ان يساعد صاحب العمل ان هو يدرس. النهارده بيبقى عنده بيزنس بلان، بيحتاج ان يكون المحامي اللي معاه اللي هيتفاوض لازم يبقى فاهم ولازم يبقى عنده. فده اللي خلاني اتوجه لماجستير إدارة الأعمال بالأكاديمية. والحقيقة تجربة بالنسبة لي اتعلمت فيها أسس محاسبة رغم ان انا مش محاسب، اتعلمت فيها ما يتعلق بالإدارة، اتعلمت فيها امور كتير يعني تساعد. انا بشوف ان دايما شخصية المحامي لازم تكون شخصية موسوعية، يعني عندها كم من العلوم وكم من الخبرات يقدر ان هو يديها ثقل في كل المجالات، مش بس في الجانب القانوني، عشان تبقى شخصية متكاملة بالنسبة لصاحب البيزنس يعني. بالنسبة لي ماجستير الدراسات السياسية والاستراتيجية، الحقيقة دي كانت فرصة في أكاديمية ناصر اللي هي سميت بعد كده بالأكاديمية العسكرية. ودراسة العلوم السياسية دايما مختلفة، ودراسة العلوم الاستراتيجية والأمنية مختلفة عن ان احنا بنسمع. يعني احنا الدراسة دي بتخلينا ان احنا بنمتحن في حاجات، يعني امبارح الرئيس ترامب صرح بكذا، انا بكرة بمتحن في التصريح ده وربطه بالمنهج العلمي. يعني فدايما ان انا اكون مدرك بشكل منهجي ما يصار في السياسة الدولية والأبعاد الاستراتيجية والأمنية اللي موجودة بشكل علمي أفضل بكتير جدا. يعني أنا راجل بعشق السياسة، وحتى وإن كنت لا أنتمي لأحزاب، ولكن السياسة ستظل عشق يعني، ومتابعتها وتطوراتها يمكن من وأنا يعني صغير شوية. فدايما انا مهتم بالمجال ده، وحاليا في الوقت اللي احنا فيه الجزء الامني والاستراتيجي والعسكري ما بينفصلش في ظل المخاطر اللي احنا فيه. فكانت دراسة يعني مختارة، وانا الرسالة بتاعتي كمان هتكون متعلقة بربط ده بالذكاء الاصطناعي ان شاء الله خلال الفترة القليلة القادمة يعني بإذن الله. تم اختيارك من 2 لعضوية لجنة الفكر القانوني، سبب الاختيار وخصوصا انك كنت اصغر عضو؟ والله يعني لجنة الفكر القانوني أنا بشكر يعني القائمين عليها على اختياري وثقتهم فيا من 2. كان القرار ده كان مفاجئ بالنسبة لي شخصيا، وده بيعكس ان نقابة المحامين في مصر بتهتم بالكوادر من الشباب المحامين. انا الحقيقة ما عنديش رغبة في ولا نية لأي عمل نقابي في اطلاقا يعني، ولكن انا دايما بقول انا موجود لخدمة نقابة المحامين وللمحامين ما تحتاجوني او مدى طلبت لده، دون اي يعني مناصب ودون اي انتخابات ولا يعني ده في ذهني يعني. ولما
طلب مني ان انا اكون موجود في لجنه الفكر، انا يعني رحبت جدا بفكره اللجنه اصلا. يعني وجود لجنه للفكر القانوني انها تدرس التشريعات وتبدا ان هي تعمل تنميه لشباب المحامين، ده من ضمن اهدافي وانا اشتغلت عليه، لان انا كنت منسق للليجال كلينيك في كليه حقوق جامعه اسكندريه، وشغالين على ده من وانا في الجامعه، ان احنا ازاي نأهل الطلاب وبعدين المحامين للعمل، خصوصا ان المناهج الدراسيه غير كافيه على الاطلاق يعني بناء شخصيه محامي مناسبه للتكنولوجيا وللتطور اللي احنا فيه. ليه ما انضمتش الأحزاب حتى الآن، وليه قررت إنك تعمل مؤسسة في الفترة دي؟ طيب خلينا نقول، انا اكون صريح شويه. هو الاحزاب دورها ايه؟ دايما في العلوم السياسيه بنقول ان الاحزاب دورها السعي للسلطه، والحياه الحزبيه ليها تصور، يمكن انا تصور مثالي شويتين. يعني تصور ان انا لما يكون عندي ايديولوجيه معينه لحزب معين، يعني ابدا حياتي الحزبيه فيه وانهي فيه. والحقيقه انا يعني ما صادفتش النموذج اللي حاسه مناسب ليا خلال الفتره اللي فاتت ببساطه يعني. ليه عملت مؤسسة في الفترة دي؟ المؤسسه لان احنا كل حد فينا من الكوادر القويه اللي كانت موجوده، كل حد راح في اتجاه. والحقيقه يعني الشغل خدنا وكلنا ركزنا في اعمالنا اكتر، وحبيت ان احنا نتجمع بعد فتره ما كل حد يعني حقق جزء من اللي هو عاوزه في شغله وكبر في شغله، ان احنا نبدا نتجمع تاني ونبدا نخدم تاني المجتمع بتاعنا. مش بس دور المؤسسات، مش بس التوزيعات والاعمال الخيريه مع اهميتها وان ده المجتمع محتاجه، لكن كمان تنميه الفكر وبناء العقل، زي ما قال يعني سياده الرئيس لما كان بيتكلم عن فكره بناء الانسان وبناء عقل الانسان. ده بيحتاج مجهود كبير جدا، ولو احنا ما عملناش كده مين هيعمل كده؟ لو احنا مش موجودين بين الشباب اللي موجود وفي توعيته وفي تأهيله وفي اعداد الكوادر دي، يبقى مين اللي هيعمل كده؟ فانا شايف ان دي مسؤوليه، يعني دي مسؤوليه علينا لازم اللي احنا نقوم بيها. وزي ما احنا اتعامل معانا كده، وزي ما احنا الدوله ساعدتنا ان احنا يعني نقدر يعني نوصل اللي احنا وصلنا له واللي احنا بنعمله، لازم ان احنا كمان نساعد الاجيال الاصغر مننا ان هي توصل لده وتقدر انها تعتمد، يعني يعتمد عليها وتعتمد على نفسها. أبرز القضايا وأهمها للمحامي محمود الروبي، طبعا سمعنا عن قضية آلاء عبد العزيز ووان إكسبت، وفي طبعا قضايا قتل كتير، في أهمها وأبرزها. هو مش قضايا قتل كتير يعني هي يمكن أول قضية قتل كانت أشهرهم. يعني كنت لسه في بداياتي في 2018، كنت لسه في بداية العمل في المحاكم الجنائية، وكانت قضية قتل، وكانت على مقربة من منزلي يعني. كانت قضية يعني صعبة جدا، وكنت أنا عن المجني عليها رحمة الله عليها يعني. وكانت قضية يعني يمكن قعدت فترة كبيرة جدا متأثر بالحادثة القتل دي، وقدرنا ان احنا الحمد لله نصل الى الحكم بأقصى عقوبة وهي الإعدام، رغم صعوبة اللي وقتها أثير من الأثير بقى في وسائل الإعلام من الحالة النفسية للمتهم وغيره. يعني دي كانت قضية يعني يمكن ادتني ثقة كبيرة جدا في المجال الجنائي، ويعني وزي ما استردينا حق المجني عليها، انا كمان كانت بداية قوية جدا بالنسبة لي في المحاكم الجنائية. يعني ادتني دفعة كبيرة جدا وثقة كبيرة في العمل الجنائي. واعتقد انها يعني لغاية النهاردة يعني المرافعة اللي فيها من مرافعات اللي انا يعني ما بنساهاش. اما القضايا الاخرى، يعني لما بنتكلم عن قضيه الاء عبد العزيز، يعني هي قضيه برضو من القضايا المؤثره نفسيا شويه. فكره تقلب الحال من مذيعه كانت يعني في شاشات التلفزيون الى فجاه يعني يثار عنها ما يثار او يقال عنها ما يقال، وهي موكله عندي من قبل حدوث الكلام ده كله بفتره طويله. وده امر يعني كان صعب عليا، لان انا يعني اعرفها من قبل الازمه اللي حصلت دي. فالتغير اللي حصل وهجوم الناس، وكانت قضيه انسانيه في المقام الاول الحقيقه،
والحمد لله ان احنا قدرنا برضو نحقق نجاح فيها ونحفظ كافة البلاغات اللي مقدمة ضدها يعني، وقدمنا مذكرة بتفيد كل حالتها قدام النيابة العامة، والامر انتهى بالنسبة لها، وحاليا احنا بنلاحق اللي اساءوا ليها يعني. ويعني ربنا يرجعها يعني بالسلامة لشغلها ولأهلها، وترجع تمارس حياتها الطبيعية يعني بشكل طبيعي. اما قضية وان اكسبت يعني دي اللي كانت يعني كان فيها كمان يعني جزء مجتمعي، لان انا ما اكتفيتش ان انا ارفع دعوة قضائية. الطريق فيها انا حسيت ان لازم نعمل طريق متكامل شوية. اشتغلنا على الجزء المجتمعي وعلى الجزء الإعلامي وعلى الجزء القضائي. في البداية كانت رفع القضية، دي أول خطوة خدناها، إن إحنا بنطالب بحجب كل مواقع المراهنات. والحقيقة كان وقتها في تعتيم كبير، من ما كانش فيه اهتمام إعلامي بالموضوع قوي لغاية ما القضية بدأت تاخد خطوات متقدمة. وكمان بصراحة أنا يعني أحب أوجه برضو من خلالك شكر كبير للأستاذ حمدي رزق الكاتب الكبير والإعلامي الكبير الحقيقة، اللي هو تبنى المسألة وكان متحمس ليها بشكل قوي، عمل عنها معايا عدة حلقات من بداية الخط لغاية ما انتهينا بحجب مواقع المراهنات. وكمان لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي والنائبة مرسى محروس وكيلة اللجنة، والنواب اللي اشتغلوا معانا على موضوع المراهنات، لأن كان في توصيات قوية تمت من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. توجهت في كل الاتجاهات الحقيقة وقتها، يعني رحنا للبرلمان ورحنا لوزير الأوقاف، لأن حتى الخطب بتاعة الجمعة كانت موحدة في وقت من الأوقات عن المراهنات وعن خطورتها. توجهنا لوزارة الشباب والرياضة، توجهنا يعني حسيت ان ازاي ان احنا نشتغل على ملف بشكل متكامل من كافة الأصعدة وكافة الاتجاهات. التكامل ده خلى ان معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يهتم بالموضوع ده، والوزارة تاخد خطوة. وزارة الداخلية الحقيقة اللي يعني قبضت على مجموعات كبيرة من يعني اللي بنسميهم يعني يعني رعاة الإمار الإلكتروني في مصر، اللي بيستخدموا عدد كبير من الخطوط وبيستخدموا، لأن طبعا الكلام ده كله غير قانوني. فكانت معركة كبيرة وكان فيها يعني ضغوط من اتجاهات كتير يعني بدون توضيح، ولكن الحمد لله الدولة المصرية قوية، والدولة المصرية يعني انتصرت في الآخر للصواب. والأهم من المعركة لأن المواقع اتقفلت وفي مواقع لسه ما اتقفلتش، والحرب هتفضل شغالة يعني، لكن في النهاية بقى في وعي مجتمعي لمسألة زي دي، وبقى في قرارات بتتاخد، وبقى الموضوع بيلاحق أمنيا. فأنا شايف إن ده من ضمن يعني الأثر اللي الواحد بيشعر بيه بعد مجهود طويل يعني. الحمد لله، ودايما في توفيق ونجاح. شرف كبير لأي شخص محب وغيور على نادي الاتحاد السكندري العريق إنه يفكر في المساهمة بشكل فعال في خدمته. كنت نشرت حضرتك على مواقع التواصل الاجتماعي إن أنت ناوي للترشح، هل ده يعني خلاص قرار نهائي ولا في رجعة؟ خصوصا انك انت قبل كده اترشحت، بعد كده قلت لا خلاص انا مش هاخد الانتخابات. بصوا، انا التجربه اللي فاتت ما ترشحتش وكنت بفكر في الترشح زي ما اعلنت المره دي، وكان لظروف ما الحقيقه، ولما تواصلت مع الحاج محمد بصلحي وكان هو يعني استقر بشكل كبير على قائمته، ويمكن كان تواصلي انا كان متاخر يعني، وانا ما اقدرش يعني. بصي، محمد بصلحي يعني لما يختار قائمه ويشوف ان دي القائمه المناسبه للنادي في الوقت ده، مش من يعني مش من الذكاء ابدا ان انا ادخل في منافسه انتخابيه، ومش ده معناه ضعف في المنافسه الانتخابيه، لا بالعكس، ده معناه تقدير واجلال لرئيس نادي الاتحاد وقتها. والحقيقه كان ليا كمان يعني محمد البحيري، هو عضو مجلس اداره تحت السن، صديق يعني قريب جدا، وانا عندي فرصه تانية ان انا اترشح على مقعد الشباب. فكان الخيار وقتها ان انا ارجئ القرار ده للدوره القادمه، وده كان بناء برضو على الحديث مع الاستاذ محمد بصلحي اللي قال لي يعني خلي القرار ده للدوره اللي جايه. وانا يعني تقديرا ان ده طبعا احترمت ده طبعا يعني كبير يعني عائله الاتحاد ونادي الاتحاد لما يقول ده يعني كان لازم ده اللي يحصل.
وارجأت القرار للدوره دي. الدوره دي ان شاء الله يعني مفيش تراجع، يعني هو قرار انا كنت فكرت فيه جديا، ويعني اتخذت القرار ده ان شاء الله بمجرد ما يفتح باب الترشح يعني نتقدم باوراقنا باذن الله. بإذن الله. وجودك في نادي الاتحاد السكندري ابتدى ازاي وامتى؟ عايزين نعرف. يعني وجودي ليه شقين، يعني شق كعضو في النادي او يعني مشجع للنادي. مشجع للنادي ده منذ نعومه الاظافر، يعني ابا يعني عن جد، عائله كامله كلها بتشجع الاتحاد يعني. ودي مسألة احنا كنا بنسافر نحضر ماتشات للاتحاد ونحضر دايما في الاستاد، ويعني وبنزعل لما الاتحاد بيخسر وبنفرح لما الاتحاد يكسب. وكان بيبقى يوم صعب جدا لما الاتحاد طبعا. بيخسر، يعني افتكر الوالد رحمة الله عليه كان البيت كله بينام زعلان، يعني ما كانش ينفع اليوم ده يعني يبقى في حد بيضحك يعني. فطبعا الاتحاد ده يعني ده مسألة يعني غالية جدا علينا، وبدأ منذ نعومة الأظافر يعني. وعلى مستوى عضوية النادي أنا يعني كنت عضو في اللجنة الثقافية في 2013، بعدها لجنة الشباب، ومؤخرا اللجنة القانونية للنادي. الحقيقة أنا لسه ما قدمتش حاجة للنادي، وأتمنى أن أنا يعني أبقى موجود في منظومة تقدم لنادي الاتحاد السكندري ويبقى عندها القدرة على العطاء. يعني الواحد عنده افكار كتير، والاتحاد في ازمه كبيره، وما ينفعش نقف نتفرج، والاتحاد في الازمه دي، ونتمنى ان يعني نكون جزء من الحل ده. ايه رأيك في وضع فريق الكورة في ظل تراجع النتائج للمباريات الأخيرة؟ والله الاتحاد في وضع صعب جدا في الدوري، ومحدش يقدر ينكر ده. والنتائج اللي فاتت بعيدا حتى عن النتائج، الاداء نفسه مش ما يرضيش جماهير الاتحاد، ومش ده فريق الاتحاد اللي احنا اتعودنا عليه. في اخفاقات كتير، وحتى مستوى الاداء اللي موجود. انا كان وجهة نظري ان يعني نهاية الدوري اللي فات كان من ممكن ان احنا ندفع بناشئين من الاتحاد بشكل اكبر، علشان يعني يبقوا جاهزين للدوري بعد ما ضمننا البقاء في الدوري اللي فات، يبقوا جاهزين بقى للدوري الجديد. ممكن يبقى لعيب او اتنين يبقوا من الاعمده الرئيسيه للاتحاد. بدايه الدوري بدا تفريط في بعض اللعيبه زي مورو، او بعض اللعيبه اللي كانت من قوام الفريق، وعلشان يعني طبعا طبقا لاختيارات الكابتن احمد سامي. احمد سامي لما جاء يعني اختار اللعيبه اللي بتناسب كابتن احمد سامي. فاحنا المفروض ان يكون عندنا قوائم للفريق، يعني احنا كل سنه النهارده الاتحاد شكله بيتغير، اللعيبه بتتغير. يعني انت ممكن تلاقي لعيبه مين دول جم امتى يعني. فاحنا المفروض يكون في ثبات اكتر في قوام حتى الاساسي للفريق، ويحصل عليه تغيرات. مش كل مدير فني يجي يبدا ان هو يغير الشكل الكامل للفريق، ده بيعمل طبعا اهتزاز، اللعيبه ما بتبقاش حافظه بعض، يعني بيعمل مشاكل كتير. طبعا كل التوفيق لكابتن تامر مصطفى، لان جاي في مهمه صعبه، وهو ما اختارش اللعيبه اللي موجوده، فطبعا يعني ربنا يوفقه. لكن لازم ان احنا يكون في تدعيمات قويه في يناير، خاصه مركز المهاجم اللي احنا بنفتقده ومش موجود يعني. يعني طبعا اللعيبه اللي موجوده يعني ربنا يوفقها وتقدر تعمل حاجه، لكن المهاجم اللي بينهي كل الكرات يعني على طراز مابولولو اللي كان عندنا ده مش يعني حاليا مش موجود. فنتمنى ان يكون في تدعيم بمهاجم، وفي اكتر من مركز عندنا مشكله. لازم الحلول دي تنتهي يعني في يناير، والا الاتحاد يعني هيكون في موقف صعب جدا ما نتمنهوش يعني. أكيد. في ظل الأموال الضخمة اللي بتنفقها الأندية، شايف إيه الحل للأندية الشعبية وعلى رأسهم الاتحاد؟ والله الأزمة دي يعني خطيرة جدا، لأن ده بتهدد إن الأندية الشعبية تختفي في خلال كام سنة. يعني لو القائمين على الرياضة في مصر ما شافوش حل جذري للمسألة دي، أنا بقول إن مش هيتبقى في الأندية الشعبية غير الأهلي والزمالك. لأن القدرات المالية لأندية زي الاتحاد المصري، الإسماعيلي، المحلة، الأندية الشعبية اللي موجودة قدراتها المالية بتتلاشى. النهاردة الأرقام اللي بيحصل عليها اللعيبة يعني أرقام مرعبة. النهاردة في ظل ميزانيات الأندية ومواردها المحدودة كلها بتعاني. يعني النهاردة ليه يبقى في نداء دايما لرجال الأعمال ادعموا الاتحاد، ادعموا المصري، ادعموا
يعني احنا لو في استثمار رياضي حقيقي مش هنحتاج الكلام ده. قانون الرياضه الاخير اللي صدر مؤخرا وصدق عليه سياده الرئيس بيسمح بيه الاستثمار الرياضي. فاحنا بننتظر ان رجال الاعمال المخلصين للاتحاد السكندري يبداوا ان هم يدخلوا عن طريق شركه الكوره اللي تبدا ان هي يعني تدعم بشكل كبير استثمار رياضي، ويكون في رقابه على الموارد. يعني مش معقول النهارده يبقى انديه بتصرف بالمليار وانديه تانية بتصرف عشرات الملايين، يعني التفاوت رهيب جدا، يعني في ظل ان مفيش التفاوت ده في مستويات اللعيبه. فده طبعا انا بشوف ان ده بيضر بالكره المصريه. لازم يكون في تناسب في الصرف، ويكون في حوكمه للمساله دي، ويكون في يعني عشان يكون في رياضه حقيقيه ما ينفعش يكون في التفاوت ده، وخصوصا الانديه الشعبيه. انديه الشركات مع احترامي ليهم، لكن انا شايف ان المفروض يدعموا الانديه الشعبيه، لان اللي هيحققوه عن طريق انشاء فرق كوره ليهم يقدروا يحققوه اعلانيا، يعني عن طريق الاعلام وعن طريق الاعلانات اللي بيعملوها، يقدروا يعملوه عن طريق الفرق الشعبيه. ده هيحقق فايده مزدوجه. لما الانديه الشركات، لما نلاقي مثلا البنك الاهلي، او نلاقي الشركات يعني الموجوده كتير، شركات البترول، شركات الاستثمار الرياضي تدخل في الانديه الشعبيه وتكون ليها رعايه ويكون ليها اسهم في الانديه دي وتاخد اعلاناتها وتاخد الحصص، ده ما هو ده هدفهم. هو هدف النهارده انديه الشركات ايه؟ انها تحقق نسب اعلانيه عن طريق التسويق المشروعات اللي موجوده. فريق زي زد، فريق زي ما ده بيسوق لنفسه. طب لما يسوق لنفسه عن طريق الانديه الشعبيه اللي ليها جماهيريه، هيساعد الانديه الجماهيريه انها تكون اقوى وتكون موجوده، وهيحقق اللي هو عاوزه. لكن وجود انديه شركات بهذه الغزاره وتهديد الانديه الجماهيريه، ده امر يعني بيهدد الرياضه المصريه الحقيقه. ايه ابرز الافكار والبرامج اللي ناوي تقدمها لنادي الاتحاد السكندري في حال ترشحه؟ طيب خلي برنامج لوقت الترشح، يعني خلي مسألة طرح البرنامج ده يعني لما بعد الترشح في المواعيد القانونية وحسب الجدول الزمني اللي هيعلن من النادي إن شاء الله. لكن أفكار كتير طبعا. يعني احنا عايزين الوضع النادي داخليا نفسه محتاج تطوير في نواحي كتير جدا. ترتيب الأولويات في النادي يعني أعتقد أن محتاج إعادة نظر. برضو احنا محتاجين ان احنا نعمل تطوير في قطاع، مش بس قطاع الرياضه. قطاع الرياضه مهم. الاتحاد عنده كل الالعاب، النادي الوحيد بعد الاهلي والزمالك اللي عنده كل الالعاب. فده طبعا محتاج يعني افكار تسويقيه وافكار اداريه مختلفه. يعني ما ينفعش ان الاتحاد النهارده مثلا بالجماهيريه اللي موجوده واسكندريه كلها ما يكونش عنده ستور خاص بيه. يعني ما فيش ستور للاتحاد يبدا ان هو يبيع المنتجات بتاعته كلها اللي عليها شعار النادي. لغايه النهارده مش موجود. لغايه النهارده الانديه بتشتري التيشيرتات بتاعتها والاطقم بتاعتها من بره. يعني ما فيش النهارده شعار النادي مش بيباع من النادي. كمان ما فيش مجال لرجال الاعمال ان هم يستثمروا في النادي ويبداوا ان هم يعرضوا مشاريعهم على التيشيرتات الاتحاد، وعلى يعني حتى بالتنسيق مع الشركات الراعيه. لازم يتم ده. المبالغ اللي الاتحاد بياخدها عن طريق عن طريق الرعايه مبالغ زهيده جدا وضعيفه مقارنه بالنادي الاهلي والزمالك. يعني برضو لازم يكون في عداله في ده. تطوير النادي نفسه، يعني لغايه النهارده يعني في حاجات كتير جدا عايزه تتطور في النادي، من اول يعني الكراسي اللي بيقعد عليها الاعضاء لغايه الانشاءات اللي لسه لم تكتمل. وجزء منها الحقيقه احنا يعني وزاره الشباب والرياضه احنا بنأمل ان الدعم منها يكون مستمر للنادي عشان النادي يقدر يدخل موارد ويقلل الاعتماد على الدوله. احنا مش عايزين النادي الاتحاد دايما ننادي بالغاء الهبوط، ننادي بالدعم بالانشاءات، ننادي بكذا. لكن عشان احنا نوقف النداءات دي لازم يكون في دعم قوي خلال المرحله دي. بعدين الاتحاد يقدر ان هو يعتمد على موارده وعلى نفسه خلال المرحله اللي جايه. يعني اعتقد فرع سموحه لو تم الانتهاء منه ودخل عضويات بعدد اكبر، ده هيساعد النادي ماليا بشكل كبير. فكره الحوكمه واعاده الهيكله ده يعني هو الموضوع مش يعني اعانات ماليه فقط. الموضوع فكر اداري وتطوير اكتر ما هو يعني اعانات ماليه يعني تنفق هباء. يعني لحد دلوقتي اللي اعلنوا ترشحهم لمقعد تحت السن شايفين رجال اعمال واصحاب شركات. شايف المنافسه هتكون ازاي؟ وهل في تحالف؟ طيب خلينا يعني مساله التحالف هي
يعني اعتقد اكيد هيكون في تحالف يعني. لكن خلي الكلام ده لوقت الانتخابات اكتر. لكن في تحالف، اكيد هيكون في تحالفات. مسألة فكرة يعني رجال الأعمال، طبعا الاتحاد محتاج رجال أعمال مفيش شك، يعني محتاج داعمين مفيش شك. لكن وجود رجال أعمال بدون وجود كوادر، سواء على المستوى الإداري أو على المستوى القانوني المهني أو على مستوى، يعني هو مش بس المسألة مش فلوس بس. يعني الاتحاد السكندري اسم تاريخ وشعبية كبيرة لا تشترى بالمال، يعني بوضوح وبصراحة. طب الاتحاد محتاج فلوس، محتاج رجال اعمال ومحتاج فلوس، لكن محتاج الاثنين، محتاج الفكر ومحتاج المال. محتاج ان يكون في عندي مجلس اداره بيدعم النادي، بيدعم النادي ماليا واداريا، وبيدعم النادي بالافكار، لان الافكار احيانا بتوفر ملايين، واحيانا يعني انا ممكن النهارده اصرف مليار جنيه على فريق ويعاني برضو من الهبوط عادي جدا. فيعني ممكن اصرف على النادي في تطوير غير لازم او بترتيب اولويات خاطئ، ممكن اصرف ارقام كبيره جدا النادي ما يحتاجهاش، وكون النهارده بصرف في مكان غلط. فهي الفكره ان اسمه مجلس اداره، هو ده مش يعني فكره الاداره نفسها هي الاهم. فيعني المنافسه طبعا انا بحترم كل المنافسين ويعني وبقدرهم، ولكن نادي الاتحاد مش يعني مش هيؤثر عليه بالمال. يعني في الاخر انت قدام اعضاء عارفين مين اللي منهم ومين اللي عايز يخدمهم ومين اللي عنده استعداد ان هو يعني يبذل كافة المجهود، يعني كافة المجهودات علشان يرتقي بالنادي، مش بس ان انا هاجي هرصد ميزانية للنادي. يعني ده مطلوب لكن مش هو يعني الاساس. انت شايف ان مطلوب المهنيين والمتخصصين اكتر من رجال الاعمال؟ مفيش حاجة أكتر من حاجة، وأنا مش عايز أفضل الجانب اللي أنا فيه، يعني مش عايز إن أنا أقول ده مطلوب أكتر، لكن محتاج إن يكون في يعني توازن في المجلس، ومحتاج إن يكون في ناس بتخاف وبتحافظ بقوة على حقوق النادي. نادي الاتحاد يعني عنده اتجاهات كتير بيحارب فيها، ولازم اللي يكون موجود في مجلس إدارة نادي الاتحاد يكون بيدافع عن حقوق بقوة. يعني محتاج ناس بتحب الاتحاد من قلبها، مش يعني الاتحاد مش كوبري لحاجة تانية، الاتحاد هو الاتحاد. اكيد. من وجهة نظرك مين افضل رئيس لنادي الاتحاد؟ يعني بلا شك احنا كبرنا على محمد مصلحي. محمد بيه مصلحي يعني من اعظم الرؤساء اللي جم في تاريخ نادي الاتحاد. يعني في رؤساء كتير كانوا يعني عظماء طبعا من ايام القاضي رحمه الله عليه وغيرهم، لكن سمعنا عنهم. لكن اللي شفنا وعاصرنا دعمه بقوه لنادي الاتحاد، يعني محمد مصلحي رجل دوله من طراز رفيع، والحقيقه يعني في كل المستويات، يعني دعم مش دعم، عنده خبره الاداريه وعنده المال. شوف احنا كنا بنتكلم من شويه، طب المال ولا الخبره المهنيه ولا الكادر الاداري؟ يعني محمد مصلحي هو نموذج كان بيجمع بين كل ده. ولكن هي الانديه الشعبيه وفكره اخفاقات النتائج اللي ممكن تحصل في مرحله من المراحل، او هجوم الجمهور في مرحله، يعني كان الاتحاد بالمناسبه واخد بطولات كتير في السله وقتها، وقت ما تم الهجوم على يعني محمد مصلحي. ولكن دي طبيعه اللي بيتعرض ليه الانديه الشعبيه، دي مساله. الجمهور دايما يعني عايز دايما المكسب، وعايز دايما ان يكون فريقه في المقدمه، وهو من حقه ان هو يبقى كده. ولكن بعض الاشخاص بتسيء، وده يعني ما حدش هيقبله، يعني ما حدش هيقبله ابدا. هل مجلس الاداره مفروض انه يحقق مطالب الاعضاء والجماهير؟ هو الاعضاء هم الجمعيه العموميه، هم يعني هم اللي ليهم حق الانتخاب، هم اللي ليهم حق الانتخاب، هم اللي بيعملوا ده. لكن في الانديه الشعبيه ما نقدرش نخفي الجماهير، يعني لان الاتحاد السكندري لو الاتحاد كنادي عادي جدا اعضاء جمعيه عموميه فقط، يبقى احنا يعني بنظلم اسكندريه وبنظلم الاتحاد كوره وفريق كوره وفريق باسكت، وكذلك خدمه اعضاء. الاثنين لازم اللي بيشتغل لازم يشتغل على الجانبين. فريق الكوره هو النفس اللي بيتنفسه يعني جمهور اسكندريه،
فما نقدرش ان احنا نغفله ابدا. والاعضاء ليهم مطالب ودايما ليهم خدمات وده من حقهم، ولازم عضو مجلس الاداره يبقى بين الاعضاء، يبقى موجود بينهم وبيسمعهم وبيحاول ان هو يحل مشاكلهم. دي مهمه يعني. لازم ان هم يحسوا ان الشخص اللي بينتخبوه موجود وسطهم، مش بيتم انتخابه لمرحله وبعدين ما حدش يشوفه يعني. رأيك في دور طبعا حاليا القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري الأستاذ محمد أحمد سلام؟ بس الحقيقة يعني الأستاذ محمد أحمد سلامة جاء في وقت صعب جدا، وجاء في وقت الاتحاد عنده برضو أزمة مالية كبيرة، ودعم الاتحاد بشكل كبير يعني من ماله الخاص، والمهمة صعبة جدا. والمهمة صعبة على مستوى المالي وعلى مستوى نتائج الفريق وعلى مستوى كمان المقارنات بين اللي بعض الجماهير بتعملها بين محمد سلامة مع حفظ الألقاب ومحمد مصلحي مع حفظ الألقاب. الحقيقة إن هو جاء في وقت صعب وجاء في مقارنة يعني صعبة جدا مع محمد مصلحي الرئيس التاريخي لنادي الاتحاد السكندري. يعني بنتمنى له كل التوفيق الحقيقة، لأن مرحلة دقيقة وحساسة جدا يعني. أكيد كل التوفيق. كلمة ختامية للمستشار محمود الروبي يختم بيها لأعضاء وجماهير نادي الاتحاد السكندري العريق. الحقيقة أنا يعني بتمنى زي ما قلت ان انا اكون جزء من حلول نادي الاتحاد السكندري في المرحله اللي جايه. اعضاء النادي انا براهن على وعيهم وعلى يعني وعيهم بالازمات اللي النادي بيعاني منها، وانا على تواصل دائم يعني مع الاشخاص المؤثرين داخل النادي، عشان حتى البرنامج الانتخابي اللي بقوم بيه يكون نابع منهم هم، يكون نابع من افكارهم وحلولهم، لان في اشخاص يعني عندها رؤية مهمة جدا للنادي في كل اللجان المختلفة. يعني بنحاول اقعد معاهم كلهم واسمع منهم، ويكون عندنا طرح وبرنامج يليق بنادي الاتحاد السكندري. ده على مستوى الاعضاء. اما على مستوى الجماهير يعني محتاجين ان الاتحاد دعمه الاكبر في المدرجات. شعبية الاتحاد في خطر. الاتحاد لازم يكون دعمه في المدرجات اكبر من الانتقادات اللي موجودة على الفيسبوك، وده من حق الجمهور ان هو ينقد، ولكن محتاجين اكتر الدعم ومحتاجين التواجد الجماهيري يكون اكبر. احنا ما ينفعش ابدا نكون في اسكندرية وننتظر دعم يعني بعض رجال الاعمال المشكورين، ننتظر دعمهم ان الجماهير تحضر بكثافة اعلى. لا، لازم الجماهير من تلقاء نفسها تكون موجودة وتكون داعمة، ودايما ان شاء الله الاتحاد يعني يمر من ازمته ويمر بالازمه دي يعني على خير ان شاء الله. سيادة المستشار محمود الروبي، شكرا لحضرتك على الحوار الشيق والمعلومات الثمينة. شكرا جزيلا وبالتوفيق والنجاح الدائم بإذن الله. شكرا.